السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنبدأ في سلسلة جديدة وبلاي ليست جديدة هنتكلم فيها عن الاوبجكت اورينتد بروجرامينج اللي هي الاو او بي. زي ما كلمت في بداية الكورس خالص بتاع دارت وقلت لك ان انا بالنسبة لي دارت والاو او بي دول من اهم الاسلحة اللي هتخش بيهم مجال تطوير تطبيقات الموبايل باستخدام فلاتر. يعني مش هتقدر ان انت تكون كويس جدا، مش هتقدر ان انت تكون مدرك لكل حاجة بدون ما تكون مدرك للحاجتين اللي انا قلت لك عليهم دول، اللي هم دارت والاو او بي بتاعتها اللي هي الاوبجكت اورينتد بروجرام. لان زي ما وضحت برضو في البداية قلت لك ان في ناس كتيرة جدا بتخش تتعلم وبالفعل ممكن بتبني تطبيقات موبايل، ولكن موضوع الفهم ده عندها مش احسن حاجة، ما بتكتبش كود فهمها بنسبة 100% ولا حتى 90% ولا حتى 80%. هو بيكتب كود وبيطلع، ممكن يطلع تطبيق عادي، ولكن الموضوع بيبقى صعب عليه لما يواجه تحديات، لما يواجه مشاكل، لما يواجه مثلا حاجة جديدة محتاج ان هو يعملها. فالموضوع بيكون بالنسبة له صعب. ليه؟ لانه هو ما معهوش الاسلحة القوية اللي تمكنه ان هو يخش او ان تمكنه ان هو يتعامل مع اي حاجة. آه، خصوصا انا بالنسبه لي، يعني بالنسبه لي الاو او بي دي، يعني انت ما ينفعش، يعني انا ما اقدرش ان انا لا اقول لحد او ان حد يعمل حاجه من غير، او ان هو يخش بمعنى اصح ان هو يخش يتعلم اي تراك. يعني على فكره مش الموضوع مش متعلق مش متعلق بفلاتر بس او بتطبيقات الموبايل بس، لا، الموضوع متعلق بكل المجالات. ان انت ما ينفعش تكون مش عارف يعني ايه اوبجكت اورينتد بروجرامينج. في ناس بتبقى عارفاها وعارفاها كمصطلحات وكده، ولكن ما بتقدرش تستخدمها صح، ولكن بتتلخبط بينها، ولكن ما بتقدرش تفرق بين التوبكس اللي موجودة فيها او المبادئ اللي موجودة فيها. فده غلط. ده هيخلي عندك يعني بطء شديد في عملية التطوير، هيكون عندك صعوبة كبيرة في حل المشكلات. لان انت اصلا اي تراك سواء بيستخدم اي لغة، لازم اللغة دي كلها الاوبجكت اورينتد بروجرامنج بتاعتها اللي هي الاو او بي. فما ينفعش ان انت تتجاهلها. زي ما قلت لك دي الاسلحه بتاعتنا. تمام. طيب، ان شاء الله احنا اللي هنعمله في السلسله دي ان احنا هنتكلم ونشرح كل توبيك موجود في الاو او بي، وزي ما عودتكم هيكون ببساطه جدا، في امثله واقعيه جدا. يعني مش هنقدر بعد كده ان شاء الله ان احنا هنتلخبط بينهم، وهنوضح كل حاجه متشابهه وهنوضح الفرق بينهم. لان على فكرة الاو او بي دي مثلا لما بتكون ربنا يكرمكم كده وتروحوا مثلا تعملوا مقابلات في شركة او حاجات من دي، تعملوا انترفيو، الاو او بي دي يعني هو علشان لو عايز مثلا، لو الشخص اللي بيعمل لك الانترفيو ده عايز فعلا يجيب معاك من الاخر، او ان هو عايز يعرف كده من، يعني عشان ما يضيعش وقته معاك بمعنى اصح، بيقوم داخل عليك اول حاجة بالاو او بي يشوف اصلا انت فاهمها ولا لا. هو لو شاف ان انت فاهمها كويس، خلاص هو بالنسبة له يعني ايه، اداك الوقت بتاعه كله، وعنده استعداد انه يقعد معاك مثلا يعمل معاك انترفيو نص ساعه ساعه، ما عندوش مشكله. ليه؟ لان هو فعلا شاف فيك شخص فاهم او او بي. فبالتالي طالما فاهم او او بي هتكون فاهم اللي انت بتعمله. طب لو انت مثلا مش فاهم الاو او بي، يعني نوعا ما بيختصر معاك الموضوع. ودي حاجه انا شفتها بشكل فعلي. لك ده هو ضعيف في الاو او بي، هيبقى شغال، هيبقى قوي ازاي في فلاتر، او هيبقى قوي ازاي؟ فدايما في ناس بتحدد بناء على الاو او بي، وده منطقي بصراحه. يعني انا ما اعترضتش او ان انا
ما قلتش ان ده غلط، لا ده هو صح 100%. انا بالنسبه لي لو شخص لو مش فاهم او بي، انا بالنسبه لي مش فاهم اي حاجه في البرمجه. اه، مش بمعنى كده مش فاهم اي حاجه، ولكن مش منطقي ان انت تكون مثلا بتعمل موقع، بتعمل تطبيق، بتعمل مثلا اي ار بي سيستم من غير ما انت فاهم الاو بي، مش منطقي. تمام، لذلك هي في غايه الاهميه. طيب، احنا اتكلمنا كتير عن اهميتها وحاجات كتير خالص وبتاع. طب ما تقول لنا ايه هي الاو او بي دي عشان نبقى فاهمين، او انا هستخدم لها ازاي، او يعني وضعها ايه معايا. بص يا سيدي، الاو او بي زي ما يكون مثلا ان انت بتترجم اي حاجه حواليك، اي حاجه في الواقع عايز تترجمها لكود او تمثلها في كود، هي الاو او بي اللي هتعملها. يعني اي حاجه شايفها في الواقع، تبني نظام، تعمل تطبيق، تعمل موقع، بتعمل اي حاجه في الدنيا، انت بيبقى عندك حاجات واقعيه عايز تمثلها في لغه البرمجه او في النظام بتاعك، الاو او بي اللي هتمكنك منها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عايز امثل حاجه واقعيه، يعني مثلا انت بتعمل نظام مثلا لمطعم فرض، او تطبيق لمطعم. المطعم ده مش فيه منتجات، ايوه، والمطعم ده مش فيه مثلا مستخدمين، ايوه، في مثلا اوردرات، ايوه. طيب، انا عايز الحاجه دي انا هعملها ازاي في البرمجه بتاعتي، ان انا ازاي هقول ان انا عندي منتج، ازاي ان الاوردر ده هيبقى عندي هيكل او امثله عندي في البرمجه. اللي هتعمل لك كده مين؟ الاو او بي. طيب، الاو او بي عندنا فيها 4 مبادئ اساسيه عندنا في دار، او في معظم لغات البرمجه يعني. عندك حاجه اسمها الانكابسوليشن، عندك حاجه اسمها الانهيرتنس، عندك حاجه اسمها البوليمورفيزم، عندك حاجه اسمها الابستراكشن، طبعا بالاضافه الى الحاجات ايه، حاجات اخرى غير الاربعه دول. ان شاء الله احنا هنتكلم عن كل واحده فيهم بالتفصيل، ونوضح يعني اي معلومه ممكن ان هي تلخبطك هنوضح الفرق بينهم. وان شاء الله هنكون قادرين ان احنا نترجم اي حاجه حوالينا مهما تكن، مهما تكن ايه اللي حوالينا دي، هنقدر ان شاء الله باستخدام الاو او بي ان احنا نمثلها عندنا فين؟ في الكود. ان شاء الله الفيديو الجاي هنبدأ ان احنا نتعرف ازاي ان احنا نعمل الحاجة دي. استناكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.